طلابها عندي، ابنها طالب من طلابها عندي في المنصورة، قالت لي يا ابني قول لمحمد حسان كده، قول لمحمد حسان الحاجة بتقول لك تجي لها يوم الاربع اللي جاي عشان عاوزة تشوفك، قول له بس كده. ياما ما اقدرش اقول له ده، ما ينفعش كده، قول له كده والزمته. فقال لي الحاجة بتقول لك يا محمد يا حسان تخلص الدرس وتيجي عشان هي عاوزة تشوفك. حاضر. وذهبت، عرفت المسألة فيها سر على طول. والله يا اخوان امرأة اخرى في قرية من القرى، دخلت سبحان ربي العظيم تجاوزت 80 سنة يمكن اكثر، لكن سبحان ربي خلاصة الموضوع بقول لها كتير من اخواننا واحبابنا اطباء، حضرتك بتشكو من ايه؟ وانا اشوف اي اخ يجيلك لحد هنا من اخواننا الاطباء. فابتسمت وقالت لي يا ابني انا عارفة دوايا، يا ابني انا عارفة دوايا. طب يا حاجة ممكن تقولي لي نساعدك؟ قالت لي يا ابني انا عارفة دوايا. فانا اصريت الحقيقة، فبكت. والله يا اخوانا قالت لي عبارة والله ما رأيت الطريق حينما خرجت من عندها، والله ما رأيت الطريق. امرأة عادية خالص. قالت له اصل انا يا ابني بقالي 3 ليالي ما شفتش سيدنا النبي. 3 ليالي ما شافتش النبي. انت اخر مرة شفت النبي امتى؟ يا الله يا رب ارزقنا يا رب. بالله عليك يعني ما تسمع برضه امرأة صادقة 3 ليالي النبي ما راح لهاش في الرؤيا، فال3 ليالي يعني معنى ذلك انه كان قبل كده ايه؟ بيروح كل ليلة. ومن رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وأنا بقول من الناس من يذهب لزيارة النبي ومنهم من يذهب النبي لزيارته. يا الله يا الله. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. فالقضية يا اخوانا قضية صدق، قضية حب حقيقي لله ورسوله. صدق والله العظيم عاوزة صدق، صدق في الالتزام، صدق في الحب، صدق في الاتباع.